طيب هو هنا انا عايز اعلق بس على فكرة ان كولر بيقول هو لازم الواحد يغير في قانون الكورة، والماتش كان صعب وعشان تنزل لعيب هياخد وقت. طب ماشي، ما انت ما كنتش تغير موديست، انت غيرت لعيب، غيرت كهربا بموديست اللي هو ابطأ لعيب، خصوصا ان انت كان عندك كمية مساحات كبيرة. فبدل ما انزل لعيب مثلا زي رضا سليم اللي ممكن يبقى اسرع وممكن يعمل خطورة في المساحات الفاضية دي كلها، نزلت لعيب بطيء. وانا ما بلعبش المودست براس ماله، هو طول هو راس ماله الكور العرضيه واللعب براسه، انت نزلته عشان يلعب في مساحه وهو بطيء اصلا. وانت بتقول ان انا الماتش هياخد وقت، وانت كنت منزله تعمل بيه ايه؟ وبتقول ان في نفس الوقت ان امام عاشور كان مصاب. طب ما لو امام عاشور مصاب او بيلعب ب 50% من قوته في التدريب، انت حطيته معاك في القايمه ليه منزله وانت مش متاكد هو يعرف اذا كان هيقدر يلعب ولا لا؟ انت حاطه في القايمه بتاع ايه؟ هو فعلا بعد اللي الواحد شاف الماتش ده، اللعيبه عندها حق ان هي تسجد، واحنا كلنا نسجد ونحمد ربنا. الماتش اللي احنا كنا ممكن نطلع منه مغلوبين بسهوله، كنا ممكن نطلع من البطوله عادي بسهوله. للاسف اداء الشوط التاني اسوأ اداء انا شفته الكولر، يمكن من بعد ماتش سان داونز.